بسمو الامير صاحب السمو الملكي الامير ممدوح بن عبد الرحمن بن مسعود عضو شرف نادي النصر. ارحب فيك سمو الامير، اولا ظهورك معنا من خلال المكزون، اشكر لك الحضور، اشكر لك الاهتمام في نادي النصر الدين انك حضرت معنا. اسالك مباشره، في على الاقل اخر صوره شاهدتك فيها في المدرج تجمع عدد من الاعلاميين، تجمع عدد من الجماهير مع سموك، وش كانوا يقولوا لك؟ اكيد قاعدين يشتكون لك، اكيد قاعد يتكلمون معك عن معاناه. طبعا ما في شك انه يعني الجماهير تريد ان ترى فريقها ينافس وتريد ان ترى نتائج ملموسه، وهذا يعني متعودين عليه يعني من زمان. يعني اليوم كيف تبرر الخساره؟ كل مباراه لها تبرير، اليوم كيف نبرر الخساره؟ طبعا انا بالنسبه لي انا يعني ظروف تجهيز الفريق ما قبل المباراه انا ما عندي علم عنه شيء، يعني هذه مدير الفريق او مدرب الفريق هو اللي يعني ابخص على ما قالوا في هالامور هذه. أنا لي الظاهر أنا أشوف أنه فريقنا يعني قدم مستوى جيد، يعني قارع فريق الاتحاد في أكثر من في كثير من فترات المباراة، ما استطعنا أن نحن نسجل فيه فضاعت لنا فرص. أنا أعتقد أنه مشكلتنا الأساسية في صناعة اللعب، في أمور معينة أيضا، يعني في أمور حتى يعني يمكن ربما المتابع العادي لا يعرفها فنية. أنا تعطيني إيحاء، يعني طيحة مثلا عبد الله القرني في الدقيقة 36 في الشوط الثاني إصابته بشد عضلي، أنا هذه تعطيني إيحاء إلى أنه في مشكلة عندنا في التدريب، مثلا في تجهيز اللعيبة في اللياقة. احنا في منتصف الموسم، معقول الواحد دقيقة 36 وهو ما لعب أثناء الموسم يصير معاه يعني مثل المشكلة؟ يعني أنا أعتقد أنه أيضا في مشاكل في الناحية التدريبية أيضا. بس باخذها بلغة عاطفية، لغة الجماهير. أنت قلت كلمة مصطلح يقارع، النصر كان يفوز، بدنا نبحث عن كلمة يقارع أو ينافس. هذا ما في شك. وأنا يعني شوف، أنا يعني أنا أكون صريح، يعني الأمير فيصل بن تركي اجتمعنا معاه أكثر من مرة وتكلمنا احنا وياه، يعني ابتدى يتجاوب معانا تجاوب جيد وزي ما بس يعني بطيء. أتمنى حقيقة من سموه أنه يسرع في هالأمر، يعني مصلحة النادي. مطالبات فنية ولا إدارية أكثر؟ لا، احنا نبغى نقول لهم على الخلل فين. يعني انا مثل الان في شيء انا قلت لك، انا بس هذا عشان اوريه للجمهور انه في حاجات ممكن ما تكون اداريه، ممكن تكون فنيه. طبعا ربما انه الامير فيصل او الاخوان اللي شغالين في اداره الكره ربما يعني الخبره يعني تخذلهم بعض الاحيان. هذا امر شاهدته بعيني اليوم والجماهير كلها شاهدته. ربما الجماهير العادية أمام التلفزيون لا يستطيع، يعني ما يعرف السبب، لكن أنا أعرف السبب أنه عدم تجهيز. ففي أمور معينة أو في دلائل معينة تعطي أي إنسان عنده خبرة في الموضوع أنه في مشكلة هنا أو في مشكلة هنا. بشكل مباشر سمو الأمير عبد الله القرني ظهر مع زميلي عبد الله العضيبي، ذكر أنه فعلا في معاناة من فراغ إداري الفترة الماضية. ما في شك انه لابد انه يعني بس انا متاكد ان شاء الله تعالى انه الامور بتتحسن ان شاء الله، واتمنى ذلك باسرع وقت. احنا نعرف احنا الان لو اشتغلنا على الفريق من الان، انا اقول لك الدوري احنا نعرف انه احنا بالنسبه لنا احنا ننافس على الدوري الان لا، لكن لو استعجلنا من الان قد ان شاء الله تعالى نستطيع ان احنا ننافس على البطولات الاخرى. طيب سمو الأمير، هل أنت مع رحيل يعني كل ما حدث في الأيام الماضية هل كنت تعتبرها قرارات تصحيحية؟ مثلا رحيل سلمان القريني إشارة عمر السلام في الاستقالة ومن ثم رفضها، هل تعتقد أن هذه قرارات تصحيحية من اللي كنتوا تطالبون فيها؟ هذا ما في شك أنه كانوا يطالبون فيها وكثير يطالبون فيها. أنت على المستوى الشخصي؟ لكن أنا على المستوى الشخصي ما أعتقد أنها هي هذه المشكلة. القريني ليس مشكلة بحد ذاته، لا، قد يكون في ملاحظات عليه قد يكون، لكن أنا ما شاهدت عمله عن قرب عشان أني أنا أستطيع أني أنا أحكم من ناحية إدارية. يعني أنا بالنسبة لي أنا زي ما قلت لك أنا مؤمن أنه إحنا عندنا في نادينا في مشاكل كثيرة، أنا من ضمنها قلت لك في مشكلة فنية مثلا في اللياقة. ما أدري من هو مدرب اللياقة، وش اهتمامه، وش يعني وش إمكانياته اللي هي موجودة. أنا يعني فاقد الشيء لا يعطي. قد يكون المدرب مثلا اللي مسؤول عن اللياقة ليس مختص اللياقة مثلا، وهذه تحصل يعني في كثير من الأجانب عشان يجيب قريبه أو ابن عمه أو ولد. كأنها إشارة سمو الأمير، كأنها إشارة عن علم يعني بالذات. لا لا لا, لا, لا هذا يحصل. احنا حصل معانا قبل كذا، يعني في مدرب عشان يستلم الرواتب معينة فيجيب معاه 2 3 عشان يستلمون الرواتب. احنا أثناء العمل احنا نشوف انهم ما يعملون، فبالتالي نطلب منه انه يتركهم يغادرون، لانه احنا بالنسبة لنا من الضمان اجتماعي مثلا.
ففي امور معينه الشخص اللي يعرف ما يدور وراء الكواليس يستطيع ان يعرف المسببات. انا اؤكد لك ان المسببات ليست فقط اداريه، في مسببات ماليه، في مسببات فنيه، في مسببات اداريه. هذا ما ذكره الكابتن يوسف خميس حتى سمعته في الاستوديو. اخر سؤال سمو الامير، كنت في فتره ماضيه اتذكر قبل سنوات جزء من الجماهير من ضمن يعني سماع جماهير نادي النصر كانت تطالب برحيلك على المستوى الشخصي على الاقل في احد المباريات. الان اسمع هذا الهمس يعود من جديد ولكنه مطالبه بعودتك. هل الامير ممدوح مستعد للرئاسه في حال انه هذه الاداره رحلت؟ اخي العزيز، اولا خلينا نقول بالنسبه لمطالبه الجماهير اللي سبق وذكرتها، يعني أنا يعني أستغرب حقيقة ما يقال. شوف، بداية الموسم أثناء فترة التكليف بعد ما توفى الوالد الله يغفر له ويرحمه، استلمت النادي، اجتمعت مع الأخوان في نادي في منزل الأمير تركي بن ناصر، أتذكرها في تلك الأيام، وذكرت لهم أن عهدي مع الأمير عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه أمام الله سبحانه وتعالى أني أنا أكمل الموسم فقط. وكان حتى الله يغفر له ويرحمه كان هذه نيته، وأن يترك الأمور إلى أن تسير إلى ما سارت إليه يعني. فأنا الآن مستعد للعودة في حال أنا من قبلها وأنا مؤكد من هالكلام. ما في شك أنه الجماهير، أعرف أنه في جماهير عاطفية. إحنا كنا في مباراتنا مع الاتحاد كانت نتيجة، وأنا من قبل المباراة كنت أحذر ديمتروف منها من المباراة، وأنا قلت له إحنا بطريقتك هذه وتشكيلتك هذه سيلعب الاتحاد في داخل ملعبنا وسيستغل أخطائنا. ما سمع الكلام هذا. طبعا في الأخير أرسل لي خالد الهزاع يقول قولوا الأمير أني أنا آسف، وأنا كلامه فعلا صحيح، بس طبعا إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. بعض من الإخوان اللي كانوا حاضرين في المدرج هذيك الأيام قالوا روح يا ممدوح. أنا بالنسبة لي أنا أعتز بكلامهم وأفخر وكل شيء، ومن يعمل لابد أن يخطئ. احترم رأيهم واحترم وجهة نظرهم، لكن هذا لا ينطبق على جميع جماهير نادي النصر يعني. والآن سمو الأمير بس عشان تجاوب على الشق الثاني، في حال أنه الإدارة هذه رحلت، سؤال افتراضي، هل أنت مستعد لرئاسة النادي؟ ما أحب أدخل في الأمور الافتراضية، لكن أنا بالنسبة لي أنا والله العظيم وأقسم بالله العلي العظيم على ذلك، أنا ليس لي مطمع سوى عودة نادي النصر إلى منصات البطولات ومنصات التتويج. بوجود الأمير فيصل بن تركي بإذن الله تعالى أتمناها وأتوقعها أنها تكون بإذن الله تعالى. فقط يترك لنا فرصة نساعده، إحنا نبي نساعده، وإحنا كلنا نكون عون له وليس عون عليه. هذا الشيء اللي أنا أؤكده تماما. وخدمة نادي النصر في أي مجال وفي أي موقع شرف لي أنا، بغض النظر عن أي شيء كان. وأنا سبق وقلتها أنه لو أكون بواب في نادي النصر أنا يسعدني ويشرفني الخدمة في نادي النصر، لكن حاليا لا الوقت ولا الظروف تسمح، وفي هناك إدارة، فبالتالي أنا الإدارة أنا بالنسبة لي أنا أقول إحنا كلنا نقف نبي وراء خلف الأمير فيصل بن تركي، فقط أنه المجال الرسمي يعني، لأنه التوقيع مو بيدي. أنا لا أستطيع أن أتعاقد مع لاعب منفرد مثلا، لا أستطيع أن أتعاقد مع مدرب منفرد، لا أستطيع أن ألغي عقد، لا أستطيع يعني، أنا ما بيدي شيء. فبالتالي مجهود الواحد يحاول أنه يبذله ويعطي نصيحة، إذا سمع كان بها، وإذا ما سمع عاد الله أقوى. شكرا شكرا يا حبيبي، شكرا.